دلوقتي هنروح نجيب حاجة تتشرب في مكان كده اسمه 7-11 عامل زي كارفور كده عندنا في مصر. تلاقي فيه كل حاجة بقى، أكل اللي هو بيبقى باكجز وكده معلب وحاجات كده. تلاقي فيه حاجات تتشرب وأسعاره كويسة يعني. بس هوريكم المكان يعني عشان لو جيتوا هنا بعد كده تعرفوا تجيبوا أكل وحاجاتكم كده منين. في حاجة معايا منهم لسه موجودة، سكيتلز بس مكتوبة بالماليزي برضو حاجات. طبعا انا مش فاهمها بس انا لقيت سكيتلز قلت تمام. لو هتستخدموا مواصلات هنا عندكم اوبشن من اتنين، يا اما المواصلات العامة دي احسن حاجة يعني كاسعار ودنيا. انا لما جيت من المطار جيت مواصلات عامة كلفتني حوالي 45 بات، وصلتني لغاية المكان اللي انا عايزه. بيبقى اخر دور تحت في المطار هتلاقوا فيه الريلوي سيستم اللي يوصلكم، يعني حاجة عاملة زي المترو عندنا. وبتشوف يعني استخدم جوجل مابس هيوريك تروح لغاية فين بيه، والدنيا زي الفل يعني. ولو هتستخدموا حاجة زي اوبر او كده في برنامج اسمه بولت. في حاجة اسمها جراب برضو بس انا مش معرفتش استخدم جراب. بولت ده حلو بس عيبه بس انه ايه، العربيات لو انت هتركب تاكسي او كده هتاخد وقت طويل قوي عشان خاطر ايه توصل لك، لكن موتوسيكلات وكده كتير قوي منتشرين فبيوصل لك في دقيقة ونص، حاجة يعني لطيفة قوي. شكل اللي خفت منه هيحصل وبتمطر وانا جبت جاكيت احتياطي عشان الموضوع ده، بس يعني مش عايز البس جواكت لان في الحر ده. ليه 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 قالوا لي ان تايلاند بتمطر كتير. طب حتى الشنطة هتغرق وليلة سودة، يا نهار اسود. دي عشوائيات السفر، عشان اللي فاكر ان السفر كله انبساط الدنيا لطيفة. لا 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 حبيبي، في حوارات، في مشاكل، لازم تتصرف بقى.